اتعلم السواقة مع مدربة ست ولا مع مدرب راجل؟ السؤال ده في بعض البنات بتسأله وبتبقاش عارفة تتدرب مع مين، مع واحدة ست ولا مع راجل. تابع الفيديو ده وهقولك الخلاصة. ما بتفرقش معايا انك تتدربي مع واحدة ست او مع واحد راجل، قد ما يفرق معايا ان الشخص اللي جنبك ده يكون متخصص وفاهم شغله كويس وعارف ازاي يعلمك صح. اهم حاجة طبعا زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده انه ما يتعصبش عليكي، انه ما يوتركيش، ما يسببلكيش اي ازعاج، وان هو يشتغل على اي مشكله عندك ويشوف ايه المشكله اللي عندك ويبدا يدربك عليها كتير ويعلمك بالراحه ويعيد المعلومه مره واتنين وتلاته. الراحة النفسية من العوامل المهمة جدا في ان انت تنجحي او ما تنجحيش في السواقة، للراحة النفسية للمدرب اللي جنبك. فايا كان ست او راجل، المهم يكون الحد ده عارف شغله كويس وعارف يدربك كويس، عارف يوصل المعلومة كويس. اهم حاجة انه ما يزعقش، ما يتوترش، ما يخضكيش، لان ده بيأثر على مستواكي جدا وبيسبب لك احباط وممكن يخليكي ما تكمليش برغم ان انت مستواكي كويس قوي. الموضوع بالنسبة لي أنا ما تفرقش ست من راجل، المهم إن يكون الحد ده متخصص ومحترف كويس قوي. ومن أهم الحاجات إن اللي ليها تأثير كبير قوي إن أنت يكون في كيمياء بينك وبين المدرب أو المدربة اللي معاكي. لأنك أنت لو مش حباه أو مش متقبلاه أو بيعمل حاجات بتضايقك أو بتعمل حاجات بتضايقك، ده هيأثر عليكي جدا وممكن يخليكي ما تكمليش في الموضوع. وكمان اللي خلى في مدارس سواقه كتير دلوقتي في الكام سنه اللي فاتوا، مثلا في العشر سنين اللي فاتوا، ان في مدارس كتير متخصصه للسيدات فقط زينا وزي مدارس تانية كتير. ان في رجاله كتير مش فاضيه، يعني مثلا ما حدش فاضي ينزل يدرب مراته، او اب مش ما عندوش وقت ينزل يدرب بنته، او ملوش خلق كالعاده، او بيتخانق او بيتعصب او كده. فالفكره كلها ان بتبدا ان في مدارس ستات بتعلم الستات اللي هي ما فيش راجل يقدر ينزل معاها او يدربها، او ما كانش حظها احسن حاجه في الموضوع ده. فبتبدا انها للامان الاحسن انها بدل ما تطلع مع راجل غريب تطلع مع مدربه ست، ده كامان ليكي انت، افضل بكتير من ان انت تطلعي مع راجل غريب. ليكي مطلق الحريه تختاري ايه. كامان انا بفضل ست. كاختيار الاتنين ما يفرقوش، المهم ان يكون ان انت بتتعلمي صح وتطلعي من الكورس ده مستفيده. ايا كان بقى اللي بيدربك ست ولا راجل، ان شاء الله حتى ضفدع. المهم ان انت تكوني طالعه مستفيده من الكورس، عارفه تتعاملي مع الطرق، عارفه تتعاملي مع الزحمه، عارفه تركني، ومن بعدها بقى بتمارسي وبتكملي وخلاص والدنيا تظبط معاكي. لكن كنوع الكائن الحي اللي جنبك ما تفرقش، المهم ان يكون حد كويس ومتخصص وانت مرتاحه ليه نفسيا وعارفه فعلا تستفيدي منه. بس خلاص.